صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما بتشوني. النهاردة هنعمل حاجة فعلا عظمة. النهاردة هنعمل الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت شكل جديد. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة الحشو هنعمله، الحشو ده هتعملي ايه اللي يعجبك، يعني مش هنتقيد باي حشو. النهاردة انا هعمله بقطع الفراخ، لكن انتي ممكن تعملي بالحشو اللي يعجبك، لحمة مفرومة، قطع فراخ، ممكن تعمليها بجبن، بلانشون، ببسطرمة. اعملي الحشو اللي يعجبك. النهاردة بقى هنعمله بقطع الفراخ. طبيعي. بشرت بصلاية محترمة كده حلوة، وبعد كده شوحتها في المادة الدهنية، وبعد كده نزلت بقطع الفراخ. بعد كده بقى هشوحها كويس جدا، وهنزل بالتوابل بتاعتي، وهنزل بالفلفل الرومي او فلفل الوان، او لو عندي بقى هنا فلفل سبايسي كده كمان. نزلت بالفلفل السبايسي، انا بحب طعمه في اي حاجة. انا بحط الفلفل السبايسي في اي طبخة بتدي تست عالي. شوحتهم كويس جدا، وحطيت البهارات والفلفل الاسمر بتاعي والملح، وحيقته كويس، وبعد كده ضفت الميه الساخنه عشان يستوي. لغايه ما يستوي بقى هبتدي ان انا اجيب الجلاش بتاعي، ولازم ابقى مغطياه عشان ما ينشفش. وانا بعمله جبت الصينيه بتاعتي، وابتديت ان انا ادهن ورقه ورقه زي ما انتم شايفين كده. بحط نص من جوه الصينيه والنص التاني من بره الصينيه زي ما انتم شايفين كده، ومن كل ورقه وورقه لازم ادهنها بالمادة الدهنية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالفرشة. بعد كده بقى هبتدي ان انا قبل ما يعني اخلص الورق هبقى شايلة شوية ورق كده على جنب، واقول لكم انا هعمل بيها ايه. يعني مش هخلص اللفة كلها. زي ما انتم شايفين كده بقى في الوقت ده كانت القطع الفراخ او الشاورما اللي انا هحشي بيها كانت استوت، وعملت بس معلقتين بشاميل. معلقتين بشاميل يعني عبارة عن معلقة من السمنة، معلقة من الدقيق، قلبتهم كويس جدا، وضفت اللبن، ضفت مكعب مرق وشوية مية سخنة او شوربة، وحقيقتهم كويس جدا جدا بفلفل اسمر وبهارات. وحطيت عليهم الشاورما بعد ما استوت زي ما انتم شايفين كده، وحطيت شوية فلفل اسمر بقى من فوق الوش، وابتديت ان انا اقفل الجلاش كله. وهكون مخلصة الورق، ومن فوق هبتدي ان انا احط ورقتين الف بيهم الصينيه من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده، علشان تبقى الصينيه محكمه جدا وانا بطلعها من الجلاش، يبقى محكم وانا بطلعه من الصينيه. اللفه اللي انا لفتها دي ما كانتش في الكاميرا، لكن شفتوا زمان لما كنا بنعمل هوايه كده من ورقه الكراس، بلفها يمين وشمال، وبعد كده بتنيها والفها حوالين الصينيه زي البليسيه كده. زي ما انتم شايفين كده طريقتها سهله جدا زي ما انتم شايفين كده. وهبقى محضره معلقتين سمنه من فوق الوش، وهبقى محضره بقى معايا كوبايه كبيره فيها لبن ومكعب مرق دايب طبعا، او شويه شوربه. لو ما عنديش شوربه يبقى مكعب المرق، ومع يبقى كده شويه لبن وشويه شوربه وفلفل اسمر وبهارات وملح وبيضايه، ونص معلقه من البيكنج باودر. طب افرض انا ما عنديش البضايه، يبقى وانا ما بحبش البيض، هستبدل البيض بمعلقه من البيكنج باودر. وبصوا زي ما انتم شايفين كده هرشه من فوق. هنا معلش الطبق وقع مني، فهبط جزء من الكشكشه اللي فوق كده. حطيتها في الفرن زي ما انتم شايفين، قعدت 10 دقايق، وبعدين طلعت سقيتها بالتشريبه ديت، وبعد كده كملتها من فوق الوش. كملتها اسفه من الفرن تاني زي ما انتم شايفين كده. رشيت عليها سمسم وحبه البركه. لو عندك ما عندكيش ما فيش مشاكل، بس بيدي طعم حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده طلعت في منتهى الجمال. بصوا بقى شكلها خطير، ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، ومتنسوش تفعلوا الجرس. زي ما انتم شايفين كده. لو حسيتوا ان هي نيه شويه ممكن تحطوها تحت الشوايه تاخد الوش المحمر اللي انتوا زي ما انتم شايفينه كده. طالعه في منتهى الجمال. وزي ما قلت لكم اللفه دي او الشكل ده هو يا دوبك انا لفتها يمين وشمال زي الهوايه اللي كنا بنعملها بالكراسه زمان، وابتديت ان انا احطها واحده جنب واحده زي ما انتم شايفين كده. ادت شكل جميل، وفي نفس الوقت فكرة بسيطة جدا غيرت شكل صينية الجلاش بتاعتي. بصوا بقى طالعة في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده رشيت من فوق الوش سمسم وحبة البركة. بصراحة كان طعمها خطير. والحشو اعمليه اللي يعجبك. عايزة تشيلي البشاميل مفيش مشاكل، عايزة تخليه مع اي حشوة تعمليها برضه مفيش مشاكل. اعملي الحشوة اللي تعجبك، حتى لو حشوة جبن هتطلع طعمها في منتهى الجمال.
زي ما انتم شايفين كده، بحاجة بسيطة بس تركاية بسيطة خلينا الشكل شكله احلى وسهلة.